الاستوديو الكابتن فهد الهريفي والكابتن وليد الطرير. كابتن فهد، يمكن أنا سألتكم عن أنه المتوقع من الفريق الإيراني الهجوم المباغت وما الذي يجب على النصر. أعتقد الواجب ذكرناه في الاستوديو ولم يكون في الملعب. والله مش على شيء يعني خليني أقول لك شيء أنه غير متوقع. قلنا في البداية أنه شيء مستحيل أنك تتعدى تتعدى هذا الدور. يعني في تحليل سابق في بعض المباريات كنا نقول النصر لن يذهب بعيدا. والشيء المضحك أن لا نريد أن نعاند ولا نريد أن نقول الحقيقة صراحة. شكل النصر هذا يعني تجي في مباراة مهمة مثل هذا الدور، في بطولة مهمة مثل بطولة آسيا، تبغى تنظيم، تبغى لعيبة أجانب يساعدوا الفريق، تبغى مدرب يعني يكون تبي انسجام، تبي شيء. من الصعب تجيب أدوات كرة القدم كلها وتبي تجمعها في يوم واحد وعليك يا اللعيبة أنكم تسوونها. أنا أعتقد أنه يعني هذا نتاج تخبطات سابقة بكل صراحة. يعني أعتقد أن الآن نعيش على تاريخ النصر وعلى إنجازاته، نعيش على شعبية النصر وجماهيره، لكن كداخل الملعب أنا لا أعتقد أنه بهذا الفريق ستحقق أي بطولة. وإحنا أنا واحد من اللي عارف أنه بهذا الفريق وبهذا الأجانب وبهذا الفكر المغلق لإدارة النصر لن نوصل صراحة إلى بطولة معينة. أنا أعتقد أنه هذا كيان يجب أنه كل يساهم في هذا الكيان. على نرجع للمباراة، أنا قلت لك في البداية يعني كان المفروض أنه يكون التركيز عالي في بداية المباراة، تعدي ربع ساعة الأولى بطريقة جيدة وبهدوء أكثر. لكن احنا شفنا كيف التخبطات من أول دقيقة فيها الهدف الأول، ما كان هناك تركيز، ما كان هناك تنظيم جيد لخط الدفاع ولاعيبة الفريق النصراوي في مثل هالمباراة. أنا أعتقد أن الإعداد لهذه المباراة لم يكن جيد من قبل اللعيبة، حتى بالتخبيط، حتى بالتغيير اللي احنا شفناه. كان أنا ودي يعني عبد الغني مع التغيير بعد ما حدث اللي حدث اني اشوف عبد الغني ظهير ايمن واشوف برناوي بدل مكين اليوم يا اخي ولا كوره عاليه قطعتها، ولا كوره اليوم معقول لاعب اجنبي اجيبه اليوم كذا كروس كذا عكسيه كذا. يعني للاسف كانه يعني نقطه خضراء، خليني اقول لك اشاره خضراء الخصم. للاسف حتى العنزي اليوم ما كان يعني تحس بعض لعيبه الفريق ما عندهم تركيز عالي في المباراة، في ارتباك نوعا ما. الفريق اللي مقابله بكل أمانة يعني فاجأني مستواه، يعطيك فرصة انك تنقل كرة، يعطيك فرصة. صحيح انك زي ما قلت لك ان استفدنا من سعود حمود في الكرة الطويلة، لو يمكن استغلينا هذا الهدف كان عوضنا نوعا ما واحيانا الفريق. يعني انك تنتهي 2-1 احسن من انك تنتهي 2-0. بامكاننا نصلح الوضع. الآن يجب أن نخرج الدوخي، ألاعب الزيلع يمين، ألاعب فقار ويمين، أدخل ريان بداية الشوط الثاني. يجب أني أحاول أجيب رؤية للفريق وأغيره. وما أنت خسران شيء يعني بدر المطوع اليوم ما شاهدناه كان بيساعد الفريق أكثر يعني، بس أعتقد الإصابة لها تأثير. يعني أنا أقول لك أنه خط الدفاع اليوم يتحمل مع اهتزاز حارس المرمى الفريق النصراوي نوع من هذه المباراة. بإمكاننا أن إيش نغير ونطلع بمظهر افضل من هذا. طيب كابتن وليد، نقول ان شاء الله نفسيات بعد نهايه الشوط الثاني افضل من النفسيات الحاليه، ولكن يعني انت كنت تركز على الوسط بغض النظر عن اخطاء الدفاع اليوم، هل طبق لاعبي الوسط ما كنت تتمنى ان يطبقوه؟ والله شوف انا كنت اتمنى ان يطبقونه، بس هل في شغل من المدرب في التمارين؟ انا اللي اشوف المباراه هذه ما شفت فيه اي شغل. صح حط تشكيل، انا اصير مدرب فاصير مدرب احط التشكيل والعب، ما طريقه لعب هذا. مدرب اشوف لعب في الملعب، اشوف شيء، اشوف جمل، اشوف انسجام. ما في حتى في الدفاع، حتى مو عارفين يتمركزون. ضربات الكورنيه ضربه الكورنيه صارت خطر عندنا. التنظيم الدفاع ما في اسلوب، ما في لعب، ما في منهجيه في الملعب. انا كيف المدرب هذا يدربه ما ادري، انا كيف راضين عن الاداره مدرب بمعنى هذا ان اجي احط تشكيل، اوكي انا احط تشكيل والعب. اي واحد يصير مدرب، فهذا يصير مدرب، انا اصير مدرب احط تشكيل ويلعب. وين المنهجيه في الملعب؟ العمل الجماعي مو موجود. صح. اشوف لعب في الملعب مو موجود، كله مجهود لعيبه. اللي صاير في نادي النصر مجهود لعيبه. انا اشوف انه ترقيع، ما هو والله جهاز مدرب. الصوره جت لحظه على المدرب دراجان كانه يشاهد شخص يعني بغض النظر عن دراجان. انا يعني خلينا نكون صريحين صراحه، اللي انا اشوف في النصر انه ترقيع. يعني مدرب باقل الاسعار
مدرب ثاني جايبينه من الدوري الكويتي، مع احترامي الشديد للمستويات الكبيره في الكويت، اجانب للاسف، هذول اجانب يلعبون في نادي النصر. يا اخي ترقيع حتى موضوعيه المدرب ومساعده رئيس نادي الرائد للنصر، يا اخي لا متى؟ انا اعتقد جمهور النصر تبي عمل، تبي اجانب صح، تبي مدرب زين، تبي الناس كوادر إدارية بالفريق. يا أخي النصر لديه ناس يقدرون يعملون في الفريق. هل الفكر لا يمكن نقد النصر نغطي نلعب على جماهير نادي النصر؟ لا يا أخي، تجيب لي ناس يساعدون في حلول ضعيفة. أنا لا أعتقد هذا الكلام بيستمر حتى لو عاد النصر. كيف؟ كلامك في التخبطات بيستمر حتى لو عاد النصر في هذه المباراة وفاز؟ والله حتى لو عاد، يعني أنا أتمنى العمل. أنت عندك فرصة ثانية لو كنت تتأهل إنك تعوض الموسم بإنك تجلب أجانب، عندك فرصة صح. إنك تسجل أجانب جدد، تجيب مدرب جيد. لكن لا أعتقد اللي إحنا شايفينه الآن، حتى طريقة إنك أجيب مدرب الكأس الكؤوس الجاية من نادي الرائد، أنا أعتقد إنه هذا يعني ما هو عمل لهالجماهير الكبيرة، لهالكيان العظيم. يا اخي اللي قاعدين نشوفه حرام. انا بامانه يا مشعل، ترى اللي انا قاعد اشوفه انا عارفه ومتوقعه، ويمكن قلتها من فتره، وكانت في نقاط كثيره انا تكلمت عنها. بهذا الشغل، بهذا الاجانب، بهذا المدرب، بهذا الفكر، لن يحقق النصر شيء، وانا قلتها من بدايه الموسم. فلذلك هالفكر يجب انه يتواجه. انا الكلام هذا اقوله لجماهير النصر، كان متوقع اننا نخسر من هذه المباراه، متوقع اننا لا نوصل. حتى لو تقصد انه لا يحبطون بعد هذه الخساره لانه ممكن على كل حال احنا لو شفنا المباراه ومجراها، حتى الفريق المقابل انا اعتقد انه نواقص في الفريق، من زي ما قال عدنان من 26 مباراة في الدوري زين وبداية المسابقات، كان واضح ان النصر لن يذهب بعيد لا في كأس آسيا ولا في الدوري المحلي. هذه ناتج عن ايش؟ ناتج عن عمل ناقص في الفريق، لا اجانب تساعد، لا توظيف جيد. صحيح لدينا لعيبه سعوديين جيدين، لكن لا هناك تمركز، لا هناك انصهار، لا هناك يا اخي شيء مو طبيعي. طيب. اجي في مباراه مثل هذه وانا اقول يلا يا لعيب، شفنا الارتباك، ما في اعداد جيد بعد مباراه الاهلي الماضيه، الاتحاد الماضيه. في نفس الوقت مباراة اليوم يعني أشوف أنه مجهود لعيبة، ما هناك الشيء. يمكن التغيير اللي جاء صلحه، يعني تغيير برناوي كان يعني بما حدث في مباراة الاتحاد، غير برناوي بلاعب آخر، ظهير بظهير. المرة دي صارت الرؤية واضحة شوي، قالوا ليش ما رديت عبد الغني مثلا يسار وطلعت برناوي؟ بالمفروض هذا انه طلع برناوي، طلع مكين، لعب برناوي سنتر مع عمره ورجع عبد الغني ظهير ايمن. الان المفروض يطلع احمد ايسر، يطلع احمد الدوخي كظهير ايمن، يلعب لاعب وسط فقار، ونزل لك راس حربه اضافي مع هذا. يعني كويس، نتيجه متاخر 2-0. كويس المدرب يعني كانه يدار بالريموت، هذا الشيء حلو. مشعل احنا ما نبي نركز. طيب خلوني انوه بس انه التصويت ما زال مستمر. من يريد ان يصوت لنجم المباراه بالنسبه لمباراه النصر وذوباهان بامكانه ارسال حرف نون بالعربيه او ان بالانجليزيه. الارقام التي تظهر على الشريط اسفل الشاشه الى ارقام التواصل. وبالنسبه ايضا في لاين سبورت وبالنسبه لمباراه الشباب للتصويت لفريق الشباب حرف باء بالعربيه او بي بالانجليزيه مضاف الى رقم اللاعب. كابتن وليد، التغيير اللي حصل وعشان بشكل سريع، من تغيير تتمنى؟ انا ما كنت اتمنى تغيير عبد الغني. من المفروض القحطاني كان المفروض انه ينزل ريان بلال، لان كل الكرات اللي كانت اللي تجي سعود حمود الخطره كانت من عمق الدفاع الايراني، كان المفروض ينزل راس حربه ثابت في العمق الايراني ويطلع في قارو اللي كان صفر على الشمال. طيب شكرا كابتن وليد الطريش، شكرا كابتن فهد الهريفي.